خبر صادم جدا جدا بخصوص النائب وسام ربيحات. اليوم بدي أحكي عن موضوع مزعج جدا وعن قضية تفوح منها رائحة الفساد بشكل خانق. قضية فساد واحدة من القضايا الكثيرة التي تتكشف بين الفينة والأخرى، ويبدو أنه للأسف فعلا كان في غسيل للأموال بشكل كبير جدا. هذا الزلمة متذكرينه؟ النائب الأردني وسام ربيحات. خلينا بالبداية نحكي مين هو وسام ربيحات. وسام ربيحات شاب من شباب حي الطفايلة، أحد أحياء عمان المتواضعة اقتصاديا. صارت الحرب على غزة، تجمعوا هو وشباب الحي وعملوا تجمع شباب حي الطفايلة لإغاثة أهلنا في غزة. بدأوا بإمكانات متواضعة وبسيطة جدا، لكن نتيجة سمعتهم واحترامهم بين الناس سرعان ما التف الحي كله حولهم، والتفت عمان وباقي المحافظات حولهم، وقدموا جهود عجزت عن تقديمها دول بأكملها. هون تمام. رشح وسام للبرلمان وقرر انه يخوض الانتخابات، وفعلا والله استطاع انه يوصل للقبة. ومثل ما بتعرفوا القصة الحزينة المتكررة في الأردن، انه اي مرشح بيكون في شوية خير تشتريه مراكز صنع القرار سواء بالترغيب او بالترهيب. فبتشوفوه خلال حملة الانتخابات بيقضيها يوعد الناس انه راح يوقف معهم، وبس يوصل ببطل يرد على التليفون، وبيعرف قواعد اللعبة، وبيعرف انه عشان يظل قادر يرجع على البرلمان مرة ثانية لازم يرد ويصوت مثل ما بتيجي الأوامر عبر الألو. وبهاي القاعدة بيقدروا انهم يبثوا روح اليأس والإحباط بين الناس، ويقنعوهم انه التغيير مستحيل، وانه كل واحد فيه شوية بذرة خير راح يبيع الناس في نهاية المطاف أول ما يشوف المنصب عشان مصالحه. شو قرر وسام يعمل؟ وسام قرر يكسر القاعدة البائسة ويثبت أنه هو وبعض الموجودين اليوم في البرلمان لن يتركوا مطالب الناس ولا حقوق الناس تضيع. وهذا شفناه لما كانت الحكومة بدها تمرر قانون الضمان الاجتماعي الجديد، واللي كانت من خلاله بدها تتغول على مدخرات الأردنيين وتعب سنينهم وشقاهم وتحويشتهم اللي معكزين عليها عشان يضمنوا تقاعد مريح وحياة مستورة بعد التقاعد، ما يضطروا فيها يشتغلوا على كبر بعد ما يكون الجسم أنهكته الأمراض، ولا يمدوا إيديهم للناس. خصوصا إنه في ديون للضمان الاجتماعي على الحكومة بقيمة تتجاوز 11 مليار دينار. يعني ببساطة الحكومة تلاعبت وضيعت أموال الضمان في استثمارات هنا وهناك، وبالنهاية اجت بدها تحل المشكلة على حساب الضمان اللي هو مدخرات الناس. هون وسام ربيحات وكتلة حزب الأمة اللي هم حزب جبهة العمل الإسلامي سابقا في البرلمان، ومعهم بعض النواب الشرفاء، وهذا طبعا يحسب لهم، انحازوا للشعب بشكل صريح وواضح، وحملوا صوت الناس ومطالبهم، ووقفوا ضد القانون على طول الخط. طب وين قضية الفساد بالموضوع يعني؟ يا جماعة اصبروا علي شوي، والله جايكم بالحكي. لما اشتغل وسام على موضوع التبرعات لغزة، اتهموه هو ومجموعة من شباب الحي انه كانوا يغسلوا اموال، وتم توقيفهم من قبل المحافظ قبل ان يتم الافراج عنهم. ونتيجة الغضب الشعبي يومها اضطر صانع السيناريوهات انه يأجل الموضوع لبين ما الناس تنسى شوي. بس لما وسام رجع برز اسمه في موضوع قانون الضمان الاجتماعي ووقف في وجه القرار بطريقة صارمة، قرروا يرجعوا يفتحوا الملف ويصفوا معه الحساب. وفعلا أول ما انحلت الدورة العادية لمجلس النواب اللي بترفع بعدها الحصانة عن النواب، هوب، ولا هو نازل قرار منع سفر على النائب وسام ربيحات واعتقال المهندس حمزة العكايلي اللي كان يشتغل معاه في تجمع شباب حي الطفايلة. طب وين قضية الفساد يا علاء؟ مش فاهمين عليك. في نفس اليوم اللي صدر فيه قرار منع السفر طلعت هالفضيحة. شوف، قرار صادر عن اتحاد غرف التجارة السورية باعتماد معبر التنف باتجاه العراق للتصدير باتجاه السعودية بدل المرور عبر الأردن للترانزيت. طيب شو يعني هذا؟ القرار مثل ما هو وارد في الكتاب جاء بسبب قيام سلطات الجمارك الأردنية بفرض رسوم مالية تزيد على $60 على كل رأس ماشي، كل رأس غنم. يعني كل شاحنة بتحمل من 150 ل 300 رأس غنم، بيضطر السائق يدفع عليها جمرك من 9 إلى 18 ألف دينار. طيب والله عال، هذا استثمار ممتاز للدولة. أيوة، هون القصة كلها. حسب الكتاب المرفق إنه سلطات الجمارك الأردنية كانت تأخذ المبالغ دون إيصالات رسمية، بمعنى آخر إنه المصاري ما كانت تتوثق ولا تدخل على الخزينة. والسؤال المهم، وين بتروح المصاري؟ ومين المسؤول عن الموضوع؟ ومين هي الروس الكبيرة المستفيدة؟ طبعا المسؤول عن الموضوع لم يجرم بحق الشعب الأردني مرة واحدة فقط عبر اختلاس الأموال وأخذها دون وجه حق،
ولكنه تسبب أيضا عبر فرض هذه الرسوم الباهظة بنقل مسار الترانزيت للشاحنات التي تحمل المواشي، مما يعني أن كل الأموال التي كان يقوم سائقو الشاحنات خلال مرورهم بإدخالها وإنفاقها داخل الأردن، سواء تعبئة وقود أو إقامة في فنادق أو استراحات أو إنفاق على الخدمات كالمطاعم وغيرها، كل هذه الأموال حرم منها أصحاب هذه المصالح المتعددة بسبب تغير هذا الخط. والآن تخيل معي أيها الشعب الأردني، تخيلوا أيها الأردنيين أن من يتستر على مثل هذه الفضائح والسرقات وغسيل الأموال، والله هذا هو غسيل الأموال الحقيقي، من يتستر على هذا كله يريد أن يقنعنا أن وسام الربيحات كان يغسل الأموال لأنه كان يدعم صمود أهلنا في غزة. ما الذي بينك وبين الله يا وسام الربيحات؟ وما الذي بينكم وبين الله يا شباب حي الطفايلة حتى ييسر الله لهذه القضية أن تكشف في نفس اليوم الذي تم فيه اعتقال المهندس حمزة العكايلة ومنع سفر النائب وسام الربيحات؟ سلام.